الجزء التالت مين الأنسب لمين؟ دلوقتي نيجي للسؤال اللي محدش بيجاوب عليه بصراحة، اتعلم ايه كأول فريم ورك؟ أو لو بشتغل اختار أنهي واحد للمشروع؟ بص، لو انت داخل تتعلم وعايز تشتغل بسرعة وتفهم الأساسيات من غير ما تحس انك بتغرق، الفيو هي مدخلك المناسب. لو انت بتستهدف الشغل في شركات تك كبيرة أو حابب تشتغل في منتجات ضخمة فيها تفاصيل متشابكة، رياكت هيدخلك في عمق المية بسرعة وهتتعلم كتير. بس ممكن تغرق شوية في الأول. كمان الرياكت بيدي حرية كبيرة أحيانا زيادة عن اللزوم، أما فيو بيديك طريق واضح وفي مشاريع كتيرة بتحب كده. طيب خليني أقولك تجربتي الشخصية. أول مشروع اشتغلت فيه برياكت كنت بصيح حرفيا وأنا بحاول أفهم ليه اليوز افكت مش شغال، بجد ليه اليوز افكت مش شغال. ولما جربت فيو كنت حاسس كأني بلعب فيديو جيم، والفيديو جيم دي فيها إرشادات واضحة. بس بعد فترة اكتشفت ان رياكت فعلا بيعلمك حاجات under the hood، يخليك تفهم يعني ايه الري ريندر، يعني ايه البرفورمانس اوبتمايزيشن، وده مهم جدا لأي مبرمج عايز يفهم صح. اما الفيو فهو ممتاز للام في بيز او المشاريع الصغيرة والمتوسطة. رياكت احسن لو انت عندك فريق كبير ومحتاج تعمل نظام قابل للتوسعة. طيب في الاخر كده مفيش اجابة واحدة، اللي بيفرق فعلا هو انت عايز ايه. عايز تشتغل لوحدك ولا ضمن فريق؟ الوقت عندك أهم ولا عايز تتعلم العمق؟ بتشتغل على منتج ولا بس عايز موقع بسيط؟ أنا شايف إن المبرمج الشاطر مش بيقارن لمجرد المقارنة، هو بيشوف السياق أو الكونتكست، بيختار الأداة الصح في الوقت الصح. قولي في الكومنتات، أنت جربت فيو ولا أنت من جماعة الرياكت المتعصبة؟ وما تنساش اللايك الجميل، السبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.